اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات وهم وتكرمنا بها بنور فهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. فدعوا أحلم البرية والعفو جواب الحليم والإرضاء نشهده القربى التي من قريش قطعت الترات والشحنى فعفى عفو قادر لم ينقص عليهم بما مضى إغراء وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإقصاء وسواء عليه فيما أتاه من سواه المنام والإضرار ولو أن انتقامه لهوى الناس لدامت قطيعة وجفاء ولله في الأمور فأفضى الله منه تباين ووفاء فعله كله جميل وهل يرضع إلا بما حواه الإناء أقرب السامعين ذكره له يا لرحمنا به الندماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. قال رحمه الله: صرعت قومه حبائل بغي مدها المكر منهم ودها. وصرعت فعل أي ألقت فاعله حبائل. صرعت قومه حبائل بغي جمع حبالة وهي التي يصطاد بها وناصبها يسمى الحابل، حابل صاحب الحبالة. قومه مفعوله، والبغي الظلم والمكر إبطان السوء مع إظهار خلافه، ومنهم حال من المكر. والدهاو بالقصر والمد، دهاو الدهاو المكر وجودة الرأي تكون من الذكاء. المعنى القدس قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسله الله إليهم فلم يؤمنوا به اقتلى بين يديه. شباك ظلم من تلك الشباك اللي إليه المكر الصادر منهم الدهاء ورأيهم الفاسد. وفي كلام استعارة بالكناية من حيث تشبيه القوم الذين حاربوه صلى الله عليه وسلم صرعا بين يديه بصيود مصروعة بين يدي الصيد. شبههم بصيود مصروعة بين يدي الصيد. صرعت قومه حبائل بغي جمع حبال الشباك التي يصطاد بها. صرعتهم تلك الحبائل التي نصبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، هم هلكوا فيها. هلك من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، ومن حرف جب لأخيه وقع فيه منكبا. يا حافر حفري عمق ما استطعت، فكم من حافر طاح في حفر الذي حفره. هذا كثير من يجني الإنسان على نفسه، يكيد للناس ويعود كيده على نفسه، لا يدري كيف ينقلب الأمر. هكذا وقع لهم، كانوا يكيدون له
فهم وقعوا في الشباك التي نصبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. صرعت قومه حبائل بغي، حبائل نصبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، صرعتهم تلك الحبائل. بغي ظلم، شبه الظلم بالحبائل التي يصطاد بها. لا تظلمنه إذا ما كنت مقتدرا في الظلم مرتع مبتغيه وخيمه. لو تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا هو الذي وقع لهم. حبائل بغي مدها المكر منهم والدها، والمكر والدها، المكر إرادة الإضرار بالغير، والدها العقل يسخر كإبليس، له عقل لكنه سخره للشر والعياذ بالله. كان اللي عنده عقل يسخره للشر، عقل يسخره للخير، لكن هناك من يسخره كإبليس. هم كذلك لهم فطنة ولهم دهاء ولهم عقل، لكن سخروا لمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. الدهاء المكر منهم والدهاء. فأتتهم خيل إلى الحرب تختال، وللخيل في الوغى خيناء. يعني اللي حاربوا 13 سنة تقريبا، 10 سنين أو 11 سنة من دعوة 13 سنة في مكة، و8 سنين في المدينة، لأن الفتح كان في السنة 8. هذا كلهم يجروا، ما خلاوا حيلة، ما خلاوا حاجة ما أدروها النبي صلى الله عليه وسلم. الاتفاق مع اليهود والمنافقين كما تقدم، لا من لا الخندق، لا أمور كثيرة. هذه التي يشير بها، هذه شباك كانوا ينصبونها للنبي صلى الله عليه وسلم يصطادوه فيها، فإذا هم قد يصطيدوا فيها. صرعت قومه، هم الذين صرعتهم تلك الحبال التي كانوا ينصبونها النبي صلى الله عليه وسلم. صرعت قومه حبائل بغي، حبائل ظلم مدها المكر منهم والدهاء. فأتتهم خيل فسبب من مكرهم ودهائهم، أتتهم من قبله صلى الله عليه وسلم خيل تتبختر بها راكبها تيها وعجبا، وللخيل النفائس وعليها شجعان، في الوغاء الحرب خيلاء، كبر وتبختر وترفع، وهذا تديل. والحاصل أنهم مهما تحزبوا لحربه صلى الله عليه وسلم وحاولوا إخفاء أمره، بدد الله جمعهم وقتل ساداتهم وقتل ساداتهم وأظهر أمره عليهم. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فلا يمكرون به مكرا ولا يكيدون به كيدا إلا عاد وباله عليهم. وكيف وهو الذي أيده بنصره وبالمؤمنين. الوعد له كله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الله غالب على أمره، فكيف لا ينصره؟ ما كانوا يفكروا في هذا، وما أخذوا التجارب. ما وقع لهم الهزيمة المرة بعد المرة ما يعود، ولكن تقع الهزيمة والهزائم المتكررة ويبقى الإنسان أعمى لا يعتبر إلى يومنا هذا. هذا الذي ترونه كله من الأعداء، من اليهود، يكيدون للإسلام ولا ينفع كيدهم. الغريب نحن ضعفاء خضعنا لكيدهم وآمنا به واتخذنا منه مناهج. فأتتهم خيل إلى الحرب تختال، شأنها خيلاء الخيل، تختال كأنها تتكبر. وهذا مطلوب في الجهاد، مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يتبختر، قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموقع. فليس تكبر على المتكبرين تواضع، تكبر على من ملا عنك بشبري مل أنت عنه بميلي، والله يغنيك عنه ومنه كل جميل. بغيش تليان المتكبرين والمترفعين تلي راسك
وتخاف منهم، وش يكونوا؟ ارفع راسك، انت معك الله وليس معهم الله. الذل هذا الذي أصاب الناس. هذا هو الخيل في الوغى في الحرب، خيلاء لها خيلاء، جاءوا مطمئنين لما جاءوا فاتحين مكة، مش متوقعين الحرب. في العمرة، في عمرة الصد كانوا متوقعين الحرب لأنه وقع الصلح. أما في عمرة القضاء في الفتح قال لهم اللي يبغى يدخل داره يدخل داره، واللي يبغى يدخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طلبوا العافية، ما كان هذا شيء ما تقوموا، هذا مش اللعبة هنا، لا اركعوا، ما عندهم إلا استلموا، دخلوا ديارهم ودخلوا المسجد خايفين، ودخلوا دار أبي سفيان وينقدروا يمنعوا رؤوسهم. جاء الصح النهائي، ما كانش بعد هذا شيء. هذا هو الخيلاء، جات فيها خيلاء مطمئنة ما عندهاش خايفة ولا من الحرب. الخيلاء وصفها بذلك، وأهلها من المراد بها أهلها مش متوقعين باللي كانت هناك مقاومة، حتى توقع ما كان، إنه ابتداء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن، ومن دخل الحرام المسجد الحرام فهو آمن والعافية، فلم يتعرضوا له. قصدت فيهم القناة فقوافي الطعن منها ما شانها الإطاء. قصدت في إبدانهم القناة، جمعوا قناة الرماح، قناة جمعوا قناة الرمح. وفي هذا استعارة المشهورة في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض فأقامه، ولا ينافي ذلك عد كثير له من أنواع المجاز، عد له كثير من أنواع المجاز، باعتبار أن فيه إضافة الفعل إلى ما لا يصلح منه، وهي الإرادة. قصدت فيهم القناة، الرماح قصدت، هي لا قصد لها، قصد أهلها على حذف مضاف، هذا اسمه المجاز. كما نسيب القصد أيضا الجدار، أراد الجدار يريد أن ينقضه، يريد الجدار ينقضه، يعني لا إرادة له، لكن في الظاهر. في الباطن هناك إرادات للجمادات كما هو معلوم، وللحيوانات. أن ذلك مبني على تشبيه ميله للوقوع بإرادته له، والاستعارة مجاز علاقته المشابهة. ومن ثم قيل زوج المجاز تشبيه، زوج المجاز تشبيه فتولد بينهما الاستعارة. وهل هو مجاز لغوي أو عقلي؟ خلاف، والأصح الأول لغوي، لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لأعم منها. فأسد في رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع لا للشجاع ولا للحيوان جري. والقوافي فقصد فيهم القناة فقوافي الطعن، فقوافي الطعن جمع قافية، قوافي الطعن ضرب. والمراد الطعنات المتوالية المشتبهة بالقوافي في تتابعها، قوافي الشعر متتابعة، كذلك الضربات متتابعة في الحرب، حال كونها ذلك الطعن منها من تلك الرماح ما شانها من الشين مع بها الإطاء، وهو تكرير القافية. الإطاء تكرير القافية لفظا ومعنى قبل 7 أبيات، قبل 7 أبيات واللي يجيب القافية الأولى، هذا يسمى بالإطاء، نقصان في عند الشعراء في العروض. ذلك ما شانها تلك القوافي، يعني الضرب بالطعن، الطعن اللي ما شانها الإطاء، وما يمشي ويولي ضربة واحدة تكفي، مش يضرب ويعاود، هذا ما كملت، ضربة واحدة يقضي عليه العدو. وهو معيب عندهم لأنه يدل على عيش الشاعر وقصوره. وكذلك هنا في الطعن لأنه يدل على قصار ساعد الشجاع، كان يضرب ويعاود، يدل على قصار ساعده وعدم تمكنه. فالمرد في طعناتهم ما يطعن فيها مما يشبه الإطاء. وفي بعض النسخ فقوية في الطعن منها
منها من شأنه الإطاء، فيكون قوة فعل ماضي على لغة طي، لأنهم يبدلون في كل فعل معتل الآخر على وزن فعل بكسر العين قوية كسرته فتحة، يبدلونها كسرة فتحة، الكسرة تبدل في فتحة، والياء ألفا كخفية خفاء، ورضية رضا، قال في الكافية والكسر فتحة كسرا رد والياء ألفا لطيء كخفي ردده خفاء. ومن بفتح الميم فاعل قوية، ومنها بمعنى بها، والمعنى فقوية في الطعن بها من عادته، فقوة في الطعن بها من عادته الكرة على العدو بعد الكرة. قصدت فيهم القنا، في أصحاب القنا أصحاب الرماح قصدت فيهم في ذواتهم قنا، قصدت فيهم القنا فقوافي الطعن، شبه الطعن بالقوافي في الشعر، طعنات ضرب بعد الضرب. ما شانها مع بها الإطاء، ما شانها مع بها الإطاء الرجوع بعد قبل 7 أبيات ترجع للقافية يكررها، هذا يعتبر ضعف عند الشاعر. كذلك هذا ضعف إذا يطعن ويعاود يطعن ويعاود يطعن، هذا ضعف عند الشاعر. عند المجاهد لا ضربة واحدة. هذا يصفه المجاهدين الشجاعة والقوة الذين دخلوه على المشركين، كما وصفهم بالاختيال وصفهم بالقوة في البيت الثاني. وأتارت بأرض مكة نقعا ظن أن الغدو منها عشاء. أتارت عائد على الخيل، رفعت تلك الخيل لما ركضت في مهامه الحرب بأرض مكة نقعا غبارا، مع أن مكة جبال ولكن أقامت فيها الغبار ما أظلام الجو، حتى ظن الغدو من أجل تلك الخيول التي أثارت ذلك النقع وقت عشاء. وفيه تلميح إلى قوله تعالى فأثرن به نقعا. والعاديات ضبحا، عاديات الخيل التي تعدو ضبحا تضبح. في الموريات قدحا تضرب النار من الحجارة، الموريات ورا النار أقادها، الموريات قدحا يعني قدمها تشعل النار في الحجارة. الموريات قدحا. في المغيرات صبحا، أغارت صبحا بكرة من مكة، فأثرنا به نقعا غبارا. هذا على وش نقسم بها مولانا هذه الأشياء، إن الإنسان لربه لكنود، هذا وارد في فتح مكة، ولهذا قال أشار له إلى قوله تعالى فأثرنا به نقعا. وفي البيت إشارة إلى غزوة الفتح التي هي الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنوده وحرمه الأمين، واستنقذ بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت طناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الدهر ضياء وابتهاجا. خرج صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنوده. هذا يحكي قصة الفتح، غزوة الفتح هذه، جنود الرحمن بكتائب الإسلام وجنود الرحمن لنقضي قريش العهد. السبب له سبب هذا الفتح، قريش كانت تعاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في صلح الحديبية، تعاهدوا ثم نقضوا العهد، بذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعله يذكره فيما يأتي. قع بالحديبية فإنه قد كان قد وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل، وتصالحوا على 10 سنين ما تكون الحرب بينهم. فدخلت بنو بكر في عقد قريش قبيلة، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية، فتشغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام، توقفوا لما ظهر الإسلام ولا ملتفتين له، توقفت حربهم اللي كانت بينهم
بين القبيلتين. فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة، هذا حلفاء قريش خرجوا لخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على ماء لهم يقال له الوتير، فأصاب منهم رجل يقال له منبه، واستيقظت له خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم، هربوا الحرم ولم يتركوا القتال، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، مش لا في أنفسهم، بنو قريش هذوك حلفاهم ما يقدروا يقتلوا معهم، لكن عاونوهم بالسلاح. وقتل بعضهم معهم ليلا في خفية خايفين، ولكن قتلوا في خفاء. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا من خزاعة، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 واحد، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي أصابهم ويشعرونه لا بنو بكر قاتلوا منا خصا وتقاتلنا معهم فنصرتم قريش، عنتم بالسلاح وقاتلت معهم في خفية، شكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشعرونه. فقام صلى الله عليه وسلم، قام وهو يجر رداءه ويقول لا نصرت إن لم أنصركم بما أنصر به نفسي، لا نصرت إن لم أنصركم بما أنصر به نفسي، خلاص جاكم النصرة، هذا سبب الفتح، هذه القضية، إن لم أنصركم بما أنصر به نفسي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب كسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق، كانوا يسلموا هذه القبائل، قال لهم هيا نجدع، بعث لهم البعض لحقوا المدينة والبعض لحقوا في الطريق. فكان المسلمون في غزوة الفتح 10,000 وقيل 12,000، وجمع بينه وخرج ب10,000 ثم تلحق به 2,000، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أعمى، واتفقوا على هو الأمير في ذاك الوقت، اتفقوا على أنه في رمضان سنة 8 من الهجرة، وكان سيدنا العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، كان خرج من مكة. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، تلقى هو وياه، هذا خرج من مكة وهذا خرج من المدينة، وكان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راضي، كان مسامح له يبقى في مكة. وكان ممن لقيه بالطريق أبو سفيان بن الحارث بن عمه عليه الصلاة والسلام، وكان معه ولده جعفر فأسلم، ولد عمه مع ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن الحارث. وقبل دخول مكة أسلم في الطريق، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بقديد عقد الألوية والرايات، كل جماعة عندها راية علمها يكونوا معروفين وين راهم القبائل. ثم نزل بمر الظهران عشاء، فأمر أصحابه فوقدوا 10,000 نار، 10,000 نار شعلوها، خلعوا قريش، هذا شيء كبير، هذا شيء لا يطاق، مع 10,000 واحد وكل واحد يشعل نار، مع 10,000 نار يشعلوها، معناها كل واحد يشعل نار. ولم يبلغ قريش مسيره، كان احتال عما عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري كل ما يبينش وين ماشي، يبين لهم وجهة المقصود، قال لهم الناس يلحقوا به القبائل ولم يعلم أين يذهبوا، هم ما يسووا لهم، ما يقدروش يقولوا وين ماشيين، وهو ما قال لهم باش ما يبلغ الأخبار لقريش. وصلوا وقت العشاء ما وصلش أخبار، شعلوا النيران يتحسوا، ولم يبلغ قريش مسيره، وهم مغتمون مما يخافون من غزوته إياهم، هم خائفون، عرفوا باللي تقوى عليهم، ما بقى كانوا يخوفوا ذوك ما ولا خايفين. فبعثوا أبا سفيان بن حرب، لكن أنا تخطانا، وبعثوا أبا سفيان قبل مشى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر له، فلم يعترف به، وذهب حتى إلى الحسن والحسين يتشفع به، صغار أطفال يتشفع به،
ذهب لسيدنا عمر تشفع بها أبي بكر، كل تشفع به ما قبل سيدنا عمر. أنا قال لي نشفع عليك، أنا لك نقتلكم بالذر قتلكم، ولا خايب، ولا بعثوا ليه هذوك اللي سمعوا خرج بعثوا ليه من حرب، فقالوا إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة حتى أتوا مر الظهران، فلما رأوا العسكر فزعهم فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شافوهم تجسوا تعالوا فأدركوهم، جابوهم صيدوهم، جابوهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوهم فأتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو سفيان، خلاص القوة جات، ما كانش ما بقى الامتناع ينفع. أسلم ابن سفيان بن حرب. فلما سار قال العباس ليس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى تنظر إلى المسلمين. شوف هذا الشيء ما تقاوموا، وقفوا في طريق ضيق يمروا عليه كل الجيوش تمر عليه، شوف وبلغ قومك لكن يقدروا يقاوموا. هذا معنى هذا الاستعراض، استعراض القوات. وجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ قال هذا غفار. قال ما لي ولغفار بيني وبينها. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك. ثم أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الدمار بالمعجمة المكسورة الذمار، قيل معناه هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي. وهددوا سعد جاتكم الحرب ولا يستشفع بسيدنا العباس، حبذا يوم الذمار قال لي حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه، احميني. وقال ابن إسحاق زعم بعض أهل العلم إن سعدا قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فسمعه رجل من المهاجرين مقبل لأنه هذه بلاده فبغى تستحل، فقال يا رسول الله ما آمن أن يكون لسعد في قريش صولة، يعني خايف سعد يدير لي صولة يقتل على ذاك الكلام اللي قاله. فقال لعلي ادركه فخذ الراية منه فكون أنت تدخل بها، خذ منه الراية باش ما يبقاش ليه تقدم، ما يقاتلش سعد. ولما مر رسول قيل أعطاها لابنه، النبي صلى الله عليه وسلم زحى منه وأعطاها لابنه باش ما يتغبن. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ أبو سفيان يذكر رسول الله ألم تعلم؟ قال ما قال، فذكره له. قال كذب سعد هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، مش تستحل الكعبة كما قال سعد، كذب قال له ما كانت لا تستحل الكعبة، تعظم اليوم يوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، طريق اللي يدخل منه حجون المعلى. وفي حديث موسى بن عقبة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وأمره أن يدخل من كدا من أعلى مكة، وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة من كدن، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، أقرب بيت يغرز الراية نتاعو يثبتها ثم. وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، ما تقتلوا أحد لا يرفع عليكم السلاح. واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة، وقد تجمع بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناف وناس من هذيل ومن الأحابيش التي استنصرت بهم قريش، فقتلوا خالدا، هذول اللي تعرضوا لسيدنا خالد فقتلهم فانهزموا. وقتل من بني بكر نحو من 20 رجل ومن هذيل 3 أو 4، حتى انتهى بهم القتال إلى باب المسجد حتى دخلوا الدور. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم البارقة، شاف السيوف فقال ما هذا؟ قال وقد نهيت عن القتال، قلت لكم ما تقاتلوا كيف؟ فقالوا أنا أظن أن خالد قتل وبدأ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتلهم بداوة. فقال قضى الله خيرا.
هذا النبهاني قال لك مكة كرمته بذبح بنيها، مكة تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت حتى كرمته بذبح بعض بنيها. فقال وعند ابن إسحاق فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران رقت نفس العباس لأهل مكة، فخرج ليلا راكب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجد أحدا فيعلم أهل مكة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليستامنوه. فسمع صوت أبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فأردف أبا سفيان خلفه، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمه، وانصرف الآخر ليعلما أهل مكة، الآخران ليعلما أهل مكة، وأجمعوا بينه وبين ما تقدم بين الحرس لما أخذوه استنقذه العباس. ويروى أن عمر رضي الله عنه لما رأى أبا سفيان رديف العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان دعني اضرب عنقه. قال العباس يا رسول الله قد إني أجرته. سيدنا العباس قال لي أجرته ما يقتلوش. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب يا عباس به إلى رحلك فإذا أصبحت فاتيني به. فذهب فلما أصبح غدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألمياني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله. فقال بأبي أنت وأمي يعني افديك بأبي وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأبصلك. لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لما أغنى عني شيء. أنا عارف باللي لك أنا إله ثاني ما أغنى عنه، ما كان إله ثاني، ما كان له هو، يعني أؤمن بما قلت لا إله إلا الله. ثم قال ويحك يا أبا سفيان ألمياني لك أن تعلم أني رسول الله. قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي النفس منها شيء ليش واضح هذه شوية ما زال ما تبتت. فقال له العباس ويحك اسلم واشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب حول وقوك. فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر اجعل له شيئا. قال نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى مناديه من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن غلق عليه بابه فهو آمن. لما تعرضون وراكم في أمان. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في كتيبة خضراء وهو على ناقته القصوى بين أبي بكر وأسيد بن حضير، ووضع صلى الله عليه وسلم رأسه تواضعا لله لما أكرمه به من الفتح حتى أن رأسه لتكاد تمس رحله شكرا وخضوعا لعظمته. كما احنا ندخلوا نطبلوا ونغنوا تواضع. أن أحل الله له بلده ولم يحلها لأحد قبله ولا لأحد بعده. ومذهب مالك هو الذي تدل عليه أحاديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يومئذ غير محرم. في هذا اليوم اغتسل في بيت أم هانئ، اغتسل في بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وصل الضحى 8 ركعات. هذا أخذ الضحى 8 ركعات خفف فيها. وصلى صلى الله عليه وسلم بالبيت يوم الجمعة ل20 باقين من رمضان. وكان حول البيت 360 صنما على عدد الأيام تقريبا. فكلما مر بصنم أشار إليه بقضيبه وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، لأن الباطل كان زهوقا فيقع الصنم إلا بالإشارة له، مع أنها كانت مثبتة بالرصاص ولا يشير لها ولا جاء الحق وزهق الباطل نكس سقط. إن الباطل كان زهوقا فيقع الصنم لوجهه. رواه البيهقي. وفي الطبقات لابن سعد عن عثمان بن طلحة قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فغلظت له. الأخوة ما زال هو في الضعف وما زال يغلظ له، ما دخلش لها ونلت منه فحلم عني اسمح لي وأنا ما عتب عليه يا درهم
ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي. هذه قبل، مش في ذاك اليوم، كان بغي يدخل الكعبة قبل فتحه قبل. قال فغلطت عليه ونلت منه فحلم عني سامحني، ما قال لي شيء. ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. زال واحد النهار يجي يشوف هذا المفتاح بيدي ما تعرف نعطيه اللي بغيت، تفرحش بروحك. فقال لقد هلكت قريش يومئذ. شوف في نظروا بعد، لكن ولا المفتاح بيدك، هلكت قريش يومئذ ما بقات. شوف تخيلها من ذاك الوقت كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وقال له قال هلكت قريش يومئذ وذلت. قال بل عمرت وعزت يومئذ، تعمر وتعز مش تهلك. ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا، ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. تلك الكلمة بقت فيه، عرفها باللي تصدق، وصدقت بالفعل. هذا هو يومها. فلما كان يوم الفتح قال يا عثمان ائتني بالمفتاح، فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلي. قال لي يكون عندي وأنا أعطيه اللي بغيت، ولكن ولا دفع لي. وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم هذا البيت بالمعروف. قال فلما وليت ناداني فرجعت إليه قال ألم يكن الذي قلت لك؟ ذكرتنا اللي قلت لك الكلام. قال بلى أشهد أنك رسول الله. شوف الله. وإليهم هي عندهم وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم، لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، حتى ما أحد يشرك في هذه الخدمة، خدمة البيت إلى يومنا هذا ما كان اللي يقدر ينزحها منهم، لأن رسول الله قال ظالم اللي ينزحها منهم ظالم. سولوا إمامنا مالك المشاركة، قال لهم حتى المشاركة ما كانتش، تبقى خاصة بهم. وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ذكرت لي أنا اللي قلت لك؟ قال لي نعم أشهد أنك رسول الله. صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا ورفع يديه وإلى الدعاء. فقالت الأنصار فيما بينهما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم ببلده؟ قالوا شكرا فتحت بلاده ذكر ربما يقعد فيها ما يوليش يمشي معنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة 15 ليلة أو 17 أو 18 أو 19 يقصر الصلاة. انظر المواهب والله الموفق. ولهذا قال لك تقصير تبقى ما دام ممكن تقصر، قال ما ياخذوا بهذا الحديث، مع أنه كان يرتب أمور البلد لما فتحها بدا يرتب أمورها، شكون اللي يتولى المسؤولية وشكون اللي كان على. ولهذا قال إلا العسكر بدار الحرب، قال الشيخ خليل العسكر بدار الحرب مش محارب يبقى يقصر على تقصيره، لأنه مش لا يريد الإقامة ولا ينوي 4 أيام ولا غيرها، متى انتهت المهمة يرجع. وهم أخذوها حجة يقصروا ويستدلوا بهذا. حجمت هذا هو الفتح ذكره طلع عليه وعلى عزة الإسلام كيف صارت، كيف خرج صلى الله عليه وسلم وكيف دخل. الله يفعل ما يشاء، هذه القوة لله سبحانه وتعالى وحده. حجمت عنده الحجون وأكدى عند إعطائه القليل كداه. الحجون بيفتح الحاء مهملة، والجبل المطل على مقبرة مكة المسماة بالمعلات، وذلك هو كداء بالفتح والمد. ومن هناك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزبير وقال للزبير وقد قدمه وقبله بهم معهم المهاجرين والأنصار أركز الراية عند الحجون. وأحجمت أي كفت ونكست هبة عند ذلك النقع المطار. والمراد بمن أحجم هم أهل الحجون من قريش، مش هي اللي حجمت، أهلها أحجموا عن المعارضة، كفوا عن المعارضة، ما قدروا يقاوموا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلون ناحيته، فلم يقاتلوا بل نكصوا عنه ولم يعرضوا له. وكذا وأحجمت عنده الحجون، أهل الحجون أحجموا عن القتال، سلموا له الأمر.
وأكداء قطع عند إعطائه القليل حال من كدا، كدا كدا بضم الكاف قال، والمد كدا، والمد في لغة ضعيفة كودان، كودان في لغة ضعيفة قال بالمد يكودان، مدها ضرورة كداء، أحجمت عنده الحجون وأكدا عند إعطائه القليل كداء، كداء هذه اسمها كودان، مدها ضرورة أو لغة ضعيفة، هي كودان أسفل مكة اللي دخل منها سيدنا خالد، وأعطى أهل مكة كدا قتالا قليلا ثم قطعوا وفروا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد سيف الله تعالى ورضي عنه أن يدخل بالخيل من أسفل مكة من كودان ويغرز رايته عند أدنى البيوت وأن لا يقاتل، فبدأه بعضهم بالقتال كما تقدم، فقاتلهم حتى أدخلهم البيوت بالمسجد، يدخل البيت دخلوا، اللي يدخل المسجد غلبهم قهرهم ثم كفى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما قتلت وقد نهيتك؟ فقال كففت يدي ما استطعت، فقال قضاء الله تعالى خير. أحجمت عنده الحجون يعني ما قدروا يقاموا، وأكد أعطاه القليل قتلوا لكن ما تغلبوا وتقهروا، كودا من أسفل مكة. ودخلت وجوها ودهت وجوها بها وبيوتا ملا منها الإكفاء والإقواء، وأصابت وأهلكت تلك الخيل أوجها من الناس بها قاتلت، أو المراد هو أعم ما هو أعم، فيدخل من قتل ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بستار الكعبة وهم 6 رجال و4 نسوة، هدر دمهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بستار الكعبة، 4 رجال 6 رجال و4 نسوة، منهم بن خطال ومقيس بن صبابة، والبيوت جمع بيت ومحل السكنى من لا سائم منها الإكفاء، وهو المخالفة بين هجاء القوافي، كان يكون روي بعضها سميما والآخر باء، هذا هو الإكفاء. ولعل المراد به هنا ميل من قتل من قريش وأتباعهم، وهم 22 للأرض، ميلهم للأرض وسقوطهم عليها، 22 قتلوا في ذلك اليوم. إمالة الخيل أو إمالة الغير إياهم من أكفاء إذا مالأوا أمال أو انكفاء تلك الوجوه على من قربهم من المؤمنين يحمونهم ويجيرونهم. والإقواء هو مصدر أقوى الشاعر إذا خالف قوافي شعره برفع بيت وجر آخر، من أقوات الدار إذا خلت، والمراد فر منها أهلها إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم، أو خالت بيوت من قتل منهم، وبما قررنا به كلامه من قول قصدت إلى هنا يعلم أنه استعار القوافي للطعن المتتابع، ورشح بذكر الإطاء ولمح بذكر البيوت، ترشيح بيوت الشعر المرشح بها، يشبه بالشعر. ودهت وجوها أصابت بها وجوها بها وبيوتا ولا منها الإكفاء وسائم منها الإكفاء والإقواء، وهذه من صف الشعر شبهها بها. فدعوا أحلام البرية نادوا أكثر الخلق حلما، أحلام البرية أكثر الخلق حلما هو الصفح عن الإساءة وترك العقوبة للمسيء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه العفو والصفح عن ظلمهم وإساءتهم إليه وإيذائه الذي لا يتحمل غيره ما أوذي به. والعفو الصفح وعدم المواخذة بالذنب جواب الحليم، والإغضاء الحليم العاقل المتأنم الحلم، وهو الأنات والعقل إغضاء، الأنات والعقل، والإغضاء التغافل عن العورات وعقوبتها، وأصله إرخاء الجفون، إغضاء من الجفاء، وهو من الجفاء، وفي القاموس أغضاء أدنى الجفونة، أغضاء الجفون على بعضها، وعلى الشيء سكت، وفي ذكر الحلم والعفو والإغضاء مراعاة النظير. فدعوا نادوا أحلام البرية، نادوا النبي صلى الله عليه وسلم
نادوه طلبوا العفو، والعفو جواب الحليم، الحليم جوابه العفو والإغضاء. ما حتى ما يقول لك بعقلين واش درتم واش درتم، لا ما يذكرهم شيء. نشدوه القرب التي من قريش قطعتها التيرات والشحنة، ونشدوه سألوا العفو بالقرابة التي من قريش، قرابتك هذا بنو عمك. نشدوه ارفق بهم واحلم عليهم واصبر عليهم وسامحهم، اخطأوا معك وهم يعترفون، وهذا قبول الاعتذار مطلوب الإنسان إذا اعتذر إليه يعتذر، لكن المشكلة اللي ما يعتذر يسيء ولا يعتذر. تعتذر لربك ولعباد ربك. سائر وبين قريش الذين بينه وبين سائر بطون قريش، وهم ولد فهر بن مالك، فهر وهو الصحيح، هو ولد النضر، قيل هو قريش النضر وقيل فهر، وهو من ليس من ذرية فهر أو النضر على القولين فليس بقرشي. بدأت قريش، اسم قريش بدأ من هذا، منها فهر أو النضر. وقطعتها حال قطعتها تيرات، جمعوا تيرة وهي الطلب بالدم تار، وفي الصحاح والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول وتراه يتره وتران وتراه وترة، والشحناء العداوة والبغضاء التي كانت منهم له صلى الله عليه وسلم. نشدوه القرب التي من قريش قطعتها تيرات والشحناء، طلب التار والشحناء التي كانت لهم قطعتها، ذيك العداوة انقطعت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعفى عفو قادرين لم ينغصوا عليهم بما مضى إغراؤه، عفى عنهم عفو كامل لا عفو، فعفى عفو قادرين عفو كاملا لا عن قدرة، لا عفو كاملا لا عن قدرة، كان قادر يقطع رؤوسهم بالكامل أو يسترقهم بالكامل، لكنه عفى عفوا لا عفو بعده، لم يعاتب حتى العتاب، لم يعاتب عليهم، قادرا على استئصالهم، ولم ينغصه، لم يقدر ذلك العفو عليه إغراء وتحريش منهم لسفهائهم على إذايته، من أغرى الكلب بالصيد إذا حمله عليه، وأغرى بينهم العداوة والقاها، أغرى بينهم العداوة القاها بينهم. وفي القاموس وأنغض الله تعالى عليه نغص الله عليه العيش ونغصه عليه كدره، فتنغصت معيشته وتكدرت بما مضى إغراه، لم ينغصه عليهم بما مضى إغراه، وبما مضى منه صفة الإغراء تقدمت عليه فصارت حالا، والمعنى لم يقدر عفوه عنهم إغراء سفهائهم الواقع منهم فيما مضى، إغراء سفهائهم ما قدر عليه عفوه أو الذي سبق منهم حتى بلغوا في إذايته بما لا يتحمله غيره. وخلاصة ما أشار إليه أنه صلى الله عليه وسلم لما كان الغد من يوم الفتح قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهل له عز وجل، ثم قال أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص فيها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغى يأخذ الرخصة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من النهار فقط، يعني من الفجر إلى العصر، هذه الساعة من الفجر إلى العصر، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال عليه الصلاة والسلام هو دافع على مكة باش ما يستبح حرام يبقى حرام طول ما يأخذها دليل على أنه تباح مكة ويباح فيها الحرب والقتال كما فعل ابن الزبير، كما فعل الحجاج بابن الزبير. يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء من القتل والاسترقاق
في رواية قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو الذي يشير له. فاعفوا قادرين نشدوه، طلبوا العفو، نشدوه القربى بالقربى التي هي من قريش قطعت التيرات والشحناء، فعفوا قادرين لم ينغصوا عليهم بما مضى إغراؤه. وإذا كان القطع والوصل لله تساوي التقريب والإقصاء، وإذا كان قطعه ووصله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل استوى لديه تقريب الأقارب والأباعد وإقصاؤهما، ولم يتميز بأحدهما قريب ولا بعيد، لأن النظر لله تعالى والامتثال أمره لا غير، والالتفات له إلى مخلوق. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، وهذا من القول البديع الجامع. وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء، لا يبالي هو بنفسه، تلومه تطريه، تذمه وتمدحه، كيف عنده لا إذا مدحته قدحته ما لا يهمه الحال. سواء عليه فيما أتاه من سواه، الشيء اللي جاء من سواه الملام، سواء الملام والإطراء في ذلك سواء. الملام بفتح الميم وهو السب والتنقيص، والإطراء المدح بالمبالغة، لأنه لا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى تصرف الحق في خلقه بما أراد منهم، أي مستوٍ عنده ما جاء من غيره من الملام والإطراء لما تقدم تنبيه. ما وقع للناظم هنا من العطف بالواو بعد سواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء، بعد همزة الاستفهام لغة جرى عليها الفقهاء في كتبهم، وذكرها صاحب الصحاح فقال تقول سواء علي قمت أو قعدت، يتكون بالميم أم قعدت. وصاحب القاموس فقال وسواء تطلب اثنين سواء زيد وعمر، أي ذوى سواء مستويا وتساويا تماثلا وذهبا، وذكرها سيبويه كما قال صاحب البديع عنه. إذا كان بعد سواء همزة الاستفهام فلا بد من اسمين كان أو فعلين، وإن كان بعدهما فعلان بغير ألف استفهام عطف الثاني بأم تقول سواء علي قمت أو قعدت. وإن كان بعدها اسمان بلا ألف عطف الثاني بالواو وتقول سواء علي على زيدين علي سواء علي زيد وعمر. هذا هو نقاش لغوي في سواء والعطف عليها. سواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء، ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قاطعة وجفاء، لكن ينتقم لنفسه. لو كان ذلك لهوى النفس ومرادها لا لله تعالى لدامت قاطعة لرحمه وجفاء لرحمه وجفاء بعد لهم، ولكن لما كان انتقامه لله دون نظر للهوى وصلهم ولم يعاملهم بما سبق منهم من محاربته في غير مرتين، وقتل أصحابه الكرام والتمثيل بهم في أحد، وقتل عمه سيد الشهداء سيدنا حمزة رضي الله عنه وعنه وشج وجهه الشريف وكسر رباعيته الكريمة وغير ذلك من إذايته، ثم عفا وصفح كما أمره الله تعالى وجب له عليه حيث أسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله. هذه الأخلاق التي للفقهاء خلق آخر، ما كان اللي يتعامل بهذه المعاملة. كان اللي يقول لك كلمة الدار تحفظها لي، نقول له لكان وتعادي الدار، نقول له لكان مت حرق قبري ولا تصلي علي وكذا، مبالغة في العداوة. شوف واش فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قريش، واش فعلت به، وشوف النهاية كيف كانت. لا بغى يقطع رؤوسهم كل يقطع رؤوسهم، ولا بغى يستلقهم كل يردم عبيد. لكن شوف ذهبوا فأنتم الطلقاء. كان هذه الأخلاق كل واحد يشفي نفسه. لا بد الخلاف، لا بد الخلاف بين الناس، تخالف مع أخوه مع زوجته مع ولده مع جاره مع أي شيء، خلاص المقاطعة والهجران والمعاداة الأبد. عيب هذا ما يصحش.
أنت تالي تفعل مع الناس هكذا، إذا سامعك الغير أنت تسير مع الغير، مع مولاك اللي خلقك، لكن يعاملك هذه المعاملة ويقطع لك الأبد. مولانا كي تسي وتعصي يقطع على الأبد ويقول لك ما قبل توبتك، ما قبل عذرك، ما نعفو عنك، ما كان لي يسلم قاع، كل الناس تهلك. كما إذا نحبوا يعفو عنا مولانا نعفو عن العباد. كل من أساء إليك يلزم أن تحسن إليه، وعلى الأقل سامحوا. كان حسنت له هو أفضل شيء، تزيد تكرمه، على الأقل سامحوا. أما باش تحقد في قلبك لا. هل الصديقون قال لك لا يكون في هذا. أي واحد صديق ممنوع هذا الوصف باش يكون قايم به، باش يكره واحد ولا يبغض واحد، يكون سليم القلب على جميع الناس، من يحبه ومن يبغضه. ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قاطعة وجفاء، لكن قاطع انتقامه لسهل هوى النفس باللي ربه، فلما تابوه سامحهم وأكرمهم وعفى عنهم. قام لله في الأمور فأرضى الله منه تبين ووفاء. والتباين تخالف وهو راجع لأعداء الله تعالى كالوفاء لأوليائه. وحصل بيتنا وصلى الله عليه وسلم لا تعويل له على غير رضا ربه. قام لله في الأمور ما قام لنفسه، فأرضى الله منه تباين ووفاء. أرضى الله منه تباين ووفاء، بعد وقرب. أرضى منه الله سبحانه وتعالى كل أفعاله، إذا عاد في الله، وإذا أحب في الله، فالله يقبل كل أفعاله لأنها نقط على الحروف. فعله كله جميل، وهل ينضح إلا بما حواه الإناء. كل النضح الرشح وأطراب السامعين فعله كله جميل ليس فيه نقصان، ولهذا نؤمر باتباعه. فلو كان نقصان مكروهات ومحرمات لا مستحيل على الأنبياء. ثم بينا كالمثال كل إناء يرشح بما فيه. القربة فيها الماء ترشح بالماء، فيها اللبن ترشح باللبن، فيها العسل ترشح بالعسل، فيها الحنظل ترشح. هكذا كل إناء يرشح بما فيه. هو قال لك معمور بالخير ما يخرج منه إلا الخير. وهل ينضح استفهام إنكاري، لا ينضح الإناء إلا بما حواه الإناء. وهل ينضح إلا بما حواه الإناء. طراب السامعين ذكر علاه. طراب هو خفة وأريحية تعتري الإنسان عند سماع ما يسره، ذكر علاه. طراب السامعين ذكر علاه كماله. ولام يا لا راح بالفتح لأنها الاستغاثة. سميت الخمر راحا لأن شاربها يستريح ويرتاح من هموم الدنيا ما دام سكران بها. وللانتهار اشتهار هذا معناه في المسكرات. نشهد القاضي عبد الوهاب زعم المدامة شاربوها بأنها تنفي الهموم وتصرف الغمة. صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا أن السرور لهم بها تمه. صلبتهم أديانهم وعقولهم. أرأيت فقد ذين مغتمة. ومالت سكرت وتواجدت مالت. وضمير وذكر ضمير به العائد على الراح لأنه مستعار. ولذكر علاه هو مذكر لفظا ومعنى. وفي الخمر نفسها لغة بالتذكير وإن كان الأشهر فيها التانيث. والندماء وجمع نديم بمعنى نادم شارب الخمر، شارب الخمر. وندمهم ونداما جالسوا على الخمر. وفي هذا استعارة تصريحية وترشيحية لأنه شبه ذكر علاه في إطراب السامع بالراح في إطرابها لشاربها. ثم قرن بذلك ما يلائم المستعار منه وهو ذكر الميل والندماء. فعله كله جميل صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفي غيرها دائما ليس فيه نقصان. لا يمكن أن يقع منه نقصان في أفعاله ولا في أقواله. فعله كله جميل. وهل ينضح إلا بما حواه الإناء. وطراب السامعين ذكر علاه.
ذكر صفاته الكاملة تطرب السامعين لها وأحرى الذاكرين لها، ليصبح يطرب. ولهذا كنا نعرف هذا قديم، كانوا الصبيان يفرحوا والبلاد كلها تفرح، الكبار والنساء فرحوا بالمديح في هذه الأيام، شيء عجيب ما بقى يعرف. خاف تلفزيونات والتليفونات والهم، ما كان لما يحضر المديح، رجال ونساء وصبيان، فرح كبير كان يحصل في أيام المديح كلها، كنا نعرفه. هذا طلب السامعين ذكر علاه، ذكر علاه صافي الكاملة ذكرها يطرب السامعين، فكيف بمن شاهدها ومن يقولها يقرأها. يا لا راح مالت به الندماء، شبهها بالراح الخمر، مالت به الندماء تميل به، الندماء الذين يجتمعون على الخمر يميلون، عقولهم ما تبقى، يبقوا يهزوا ويرقصوا ويغنوا ونشطين. هذيك خمر تغطي على العقول، خمر الدنيا التي هي الشهوات، هي المحرمات، وهذه خمر كثير ما يشبه الصوفية المحبة بالخمر، لأنها تفعل بالقلوب مثل ما تفعل الخمر بعقول أصحابها، يعيشوا فيها ينسوا الدنيا وما فيها. أصحاب الخمر والعياذ بالله ينسوا أولاده وينسوا كل شيء، كذلك أصحاب المحبة ينسوا كل شيء عندما يجتمعون على المديح وعلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر الله مطلقا. إذا كانوا يعرفون معناه ما يولوا يفكروا في حاجة. فشبه ما شبه سماع ذكره صلى الله عليه وسلم بالخمر التي تفعل به، لها ما تفعله كما هو معروف. طراب السامعين ذكر علاه يا لراح مالت به الندماء. النبي الأمي أعلمه انتهى الكلام على فتح مكة، وأنا يذكر بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم وذكر زيارته، هنا يشرع في زيارته. النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء، الحكماء أصحاب العقل والرواة أصحاب النقل، كلهم يروون عنه، أصحاب العقل، العلوم العقلية والعلوم النقلية منقولة عنه صلى الله عليه وسلم. وعدتني الزيارة العامة وجناء، ومرنت بوعدها الوجناء القناقة، وعدتني أن تحملني إلى زيارته. وفت بالوعد، هاني ماشي مع أبدأ دخل المنازل التي نزلها حتى إلى مكة وأداء المناسك، ثم إلى المدينة والزيارة والرجوع. هم بعد الاستغاثة يا أبا القاسم الذي بعد هذا، وهذا كله في زيارته صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلوات.